آه، طبعا بنات الاعزاء، ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكرمكم، ان شاء الله يوفقكم وتحققوا كل اللي انتم بتتمنوه. وان شاء الله اتمنى ان شاء الله ان انا اخلص معاكم المنهج عشان ننجز بقى ونشتغل ان شاء الله في البروجرام بتاع الريفيزيون المراجعه. بس انا هعمل دلوقتي ان شاء الله يا جماعه عرض للكلام ان شاء الله اللي احنا اخدناه بسرعه كده، ونشوف احنا اخدنا ايه على مدار الجزء الخاص بالمنهج اللي فات. بصوا يا شباب، nous avons parlé sur le club des sportifs. اتكلمنا عن الكلوب سبورتيف، نادي محب الرياضه، البريمير يونيتي الوحده الاولى. nous avons parlé sur les sports، اتكلمنا عن الرياضات، les genres de sport، انواع الرياضات. اتكلمنا كمان عن لي سبورتيف الرياضيين، لي زيكيبمون الادوات المستخدمه في الرياضه. اتكلمنا عن الفيرب اللي بتستخدم في السبور الرياضات او مع الرياضات. ثم اتكلمنا بعد كده بشكل عام عن الريجل دو جرامير، القواعد الجرامير الخاصه بيونيتي 1 الوحده الاولى. نوزافون بارلي اتكلمنا عن الكلوب دو جورمون، نادي محبي الاكل. وطبعا اتكلمنا عن لي زاليمون الاطعمه، لي ليجوم، لي فروي الخضار الفاكهه. نعرف ازاي الاسماء دي ماسكولين او فيمينا، مذكر ولا مؤنث. اتكلمنا عن ارتيكل بارتيتيف، ادوات التجزئه، والكوانتيتي الكميات والتعامل مع الكميات في اللغه الفرنسيه. كمان الكومباريزون المقارنه في اللغه الفرنسيه. بعد كده nous avons parlé sur le club des explorateurs، نادي المستكشفين. اتكلمنا في نادي المستكشفين عن الريف، لا كومبانيا، واكتشفنا مكان جديد في اي بلد وهو الكومباني وسوكيليا دون لا كومبانيا. ايه اللي موجود داخل الريف من اشياء، من اشخاص، من ديزانيمو حيوانات مثلا واسمائها. بعد كده اتكلمنا عن كومون اون بو اكسبريمي لابيليتي، ازاي نقدر نعبر عن الابيليتي، معناها المهاره او المقدره على فعل شيء باستخدام فيرب سافوار. nous avons parlé sur le passé composé، شرحنا الباسي كومبوزي، شرحنا لا نيجاسيون كومبليت، يعني النفي بشكل كامل. النهارده ان شاء الله الناس معايا في الحاجات اللي احنا اخدناها دي، ولا انتوا في حاجات واقعه منكم فيها؟ مع حضرتك. خلاص. النهارده ان شاء الله بنتكلم عن لا ديرنيير يونيتي، الوحده الاخيره دون سو بروجرام في البرنامج ده او المنهج بتاعنا. وبتتكلم الوحده الاخيره عن كلوب تاني وهو الكلوب دي فواياجور. الناس كلها بترتبط اذهانها بان ترافايي معناها يسافر في الفرنسيه، ولكن فيرب ترافايي في اللغه الفرنسيه معناها يعمل، يعني يشتغل. اما يسافر في اللغه الفرنسيه اسمها فواياجور او فواياجي. فواياجي معناها يسافر، بيجي منها ان فواياجور يعني مسافر. يبقى الكلوب هنا اسمه كلوب دو فواياجور، يعني نادي المسافرين. نادي ايه؟ المسافرين. اتفقنا؟ لما اقول ان احنا عندنا نادي المسافرين او نادي محبي السفر، فالطبيعي ان احنا هنتكلم عن السفر وما داخل او ما الكلام عن السفر بكل ما فيه، بمعنى الكلام عن الموان دو ترانسبور، وسائل الايه؟ المواصلات في اللغه الفرنسيه، وكيفيه استخدام وسائل المواصلات في اللغه الفرنسيه والتعبير عنها عندنا. يبقى بقول ان الكلوب دو فواياجور نادي محبي السفر. ده طبعا درس او موضوع مهم جدا ان شاء الله هنكمله معانا النهارده، وهتبقى ان شاء الله الدنيا واضحه وعارفين احنا بنشتغل ازاي عندنا في الوحده دي. طبعا وحده من اسهل الوحدات، مش هتاخد وقت كبير جدا، هنحاول نوجز الكلام ونفهم بسرعه كده هو ايه مضمون الوحده دي. زي ما قلت من ضمن الوحدات بتاعتنا والشغل على الوحدات بتاعتنا، الوحده الاولى دايما والثالثه هم كانوا اتقل وحدتين شويه مليانين كلام، اما الوحده دي ان شاء الله اللي هي الوحده الرابعه والوحده الثانيه بيبقوا وحدات يعني الى حد كبير سهله جدا. النهارده بنتكلم مع بعض عن الكلوب دو فواياجور. طبعا كلنا عارفين لما بنيجي نبدا اول وحده بيبقى فيه كونفرساسيون، محادثه، والمحادثه دي بتكون محادثه اوليه كده بنفهم منها تقريبا الكونتينيو دو لا كونفرساسيون، وكمان الكونتينيو المحتوى بتاع اليونيتي الوحده كلها. لازم في الوحده دي يا جماعه نتعلم بعض الاشياء. فبقول لك مثلا بار اكزومبل ان شاء الله اون فا بارلي، هنتكلم عن كومون اون بو سانفورمي اي دير لا كوز،
ازاي نقدر نستعلم ونقول السبب، ازاي كمان نقدر نتكلم عن الموين دو ترانسبور وسائل المواصلات ونحددها، ازاي نقدر نتكلم عن لاري دوموندي يعني الموقف او المكان اللي انا هنزل فيه من مواصله معينه. كمان نقدر نتكلم اوني يعني اين نكون، او اون فا اين نذهب. الكلام عن اكتيفيتي نشاط من الانشطه، او اقتراح اكتيفيتي نشاط. ثم التعبير عن حاجه اسمها دولور فيزيك يعني الالم الجسماني. وبعد كده دوموندي اون بيرميسيون طلب اذن او تصريح. وكمان اكسبريمي لا دولور فيزيك اي لي سونساسيون. والسونساسيون دي اخذناها قبل كده، اللي هي ازاي تقدري تعبري عن بعض المشاعر والاحاسيس اللي عندك، اللي هي جعان، عطشان، افوار سواف، افوار فان، الحاجات دي كلها. اخر حاجه كاسكون في. كاسكون في ايه اللي احنا بنعمله، او كاسكون في ايه اللي احنا عملناه بوندون لي فاكونس خلال الاجازه. ده ملخص اللي المفروض الوحده كلها بتقول عليه. ودي طبعا بعض الحاجات الجرامير اللي موجوده على مدار الوحده كلها. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن بدايه المنهج او بدايه الدرس. وعايز بعد اذنكم، منى موجوده ولا لا يا جماعه؟ موجودة. عايشه يعني الحمد لله. طب بص يا منى، اول حاجه منى هنحاول، انا يعني عايزك ان شاء الله كده تقري لنا بصوت يعني كويس كده، يعني عالي اقصد يعني الجزء ده من الكونفرسيشن. هنقرا يا منى لغايه مثلا فور اكزامبل السهم ده كده. اتفضلي. طبعا اقول لكم بس اللي حاول بس. طبعا هنا الديالوج ده لو انتم شايفين دون سيت فوتو في الصوره دي، كومبيان دو بيرسون. حد يجاوب عليا، كومبيان دو بيرسون ياتيلو دون سيت فوتو؟ ها؟ دو بيرسون، برافو عليك. هل مثلا باغ اكزومبل اسكو يا دو جارسون ولا دو في مثلا، ولا ان جارسون اون في مثلا؟ Un garçon, une fille. هو عامة مش فيه بالظبط، ولكن دي ان شاء الله نفهم من خلال الكلام ان هي لامير دو سو جارسون. يبقى دون سيت ايماج في الصورة دي اليا دو بيرسون، في شخصين، الشخصين دول لامير الام، وطبعا كمان موجود ان جارسون ولد. وطبعا لو بصينا دول، لو انا سألت سؤال قلت ايه اوي سيت فام، يعني السيدة دي فين بالظبط؟ دون لا ميزون او على ميزون. طب اوي دون لا ميزون، فين في البيت؟ هل دي مثلا باغ اكزومبل اسكي ليه مثلا دون لا شامبر اكوشي؟ Non. وشامبر اكوشي معروف طبعا، يعني ايه شامبر اكوشي؟ غرفة النوم. النوم. هل هي مثلا باغ اكزومبل اسكي ليه مثلا دون لا سال دو بان؟ سال دو بان يعني ايه سال دو بان؟ حمام. الحمام. طبعا مش معقوله، مش باينه يعني خلاص، ولكن ممكن نقول هنا ان هي السال دو سيجور. والسال دو سيجور معناها غرفه المعيشه، اللي بيقولوا عليها حتى كمان الليفنج روم يعني. اتفقنا؟ يبقى هنا اللي دو بيرسون شخصين موجودين دون لا ميزون في البيت، دون بالتحديد دون زون بيس في مكان معين على لا ميزون في البيت، وهو بالتحديد لا سال دو سيجور غرفه المعيشه. ثم كمان شكلهم كده، لو انا قلت لكم هل لما الام تكون مثلا باغ اكزومبل ادورمي نايمه بالشكل ده، هل هي ممكن تكون ايه؟ شكلها كده ايه الست دي؟ malade. برافو. يبقى بيقول يعني توقع من التوقعات، يا اما بتتدلع شويه، يا اما هي فعلا اوريدي الي مالاد. يعني ايه مالاد؟ ها؟ تعبانة. تعبانه شويه. قد تكون مثلا باغ اكزومبل الي مالاد يعني. طب لما يكون ابنها كده واقف كده وهي بتدي له حاجه ولا مش بتدي له حاجه؟ يبقى هي شكلها بتدي له حاجه معينه، صح ولا لا؟ فبيقولوا ان طالما لو شفنا الشكل ده وقلنا ان الست دي بتدي لابنها شيء معين، فهي تقريبا لويد موند دو فير كالك شوز، صح كده؟ بتطلب منه دو فير كالك شوز. يعني ايه دو فير كالك شوز؟ يعمل حاجة. يعمل حاجه. طب لو شفنا وبصينا وركزنا على الحاجه اللي بتديها له، هل هي بتدي له ايه مثلا؟ باغ اكزومبل مثلا اسكا لوي دون دي فروي مثلا، دي Non. بانان. امال بتدي له ايه شكلها؟ Je sais pas. ها؟ Euh, دي ايه؟ بتقول ايه؟ argent دو ولا لارجون. برافو برافو. هي فعلا لوي دون بتدي له دو لارجون. يعني دو لارجون فلوس، بتدي له فلوس. يبقى اكيد اللوي دوموند دو ايه؟ هي طلبت منه او بتطلب منه ايه؟ دو فير ايه؟ دواء. دو فير كوا. صح؟ داشتي ان هي تشتري، ان هو يشتري مثلا باغ اكزومبل كالك شوز. يعني بيشتري شيء كالك شوز من ايه؟ مجازا، محل، مثلا باغ اكزومبل من اي مكان يعني.
يبقى فعلا الست هنا على دورمي سور لو كانابي، نايمه على الكنبه موجوده اهو. اليا ان اباجور مثلا، اليا ان فوتوي مثلا، او ان شيز كرسي او دو شيز. في اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت خلاص تابل صغيره موجوده. يعني زي ما تقولوا كده الوصف ده بيقول ان الست دي عليه ملاد مريضه وابنها طبعا ان شاء الله فا. طب لو الراجل ده هيروح يشتري حاجات يبقى هيعمل ايه؟ ايه التعبير اللي بيساوي ان هو يعمل شوبينج او يتسوق؟ faire des courses. ممتازه، فير دي كورس. يبقى فعلا الراجل ده احتمال يكون مامته بتفكر ان هو يروح يعمل دي كورس. طب لما فير دي كورس هل بور لوي ولا بور سامير؟ pour sa mère. يبقى اسابلا، يبقى ممكن نقول ان هو ان شاء الله il va faire des courses à sa place. يعني ايه à sa place؟ مكانها وبدلها. مكانها. الله ينور عليك. مكانها. الله يلا يا منى بقى سمعينا ان شاء الله كده. انا عايز بقى فيروز بتغني. يلا اتفضلي. يلا اتفضلي. لامير بتتكلم مع لوكا. Oui, la mère de Luca a mal à la tête. Luca, viens, s'il te plaît. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Si on veut pas. Non, j'ai pas bien dormi cette nuit et j'ai très mal à la tête. Je peux aller faire des courses pour moi en ville. شوفي يا منى، تعال نشوف الجزء ده. اول حاجه لامير هنا دو لوكا مال على تيت. اما اقول بار اكزامبل جي مال، تتوقعوا يعني ايه مال؟ مريض. لا هو مريض يعني مالاد. مريض يعني مالاد. اما مال يعني لما اقول افوار مال بعديها كمان يعني يشعر بالالم. يشعر بايه؟ الم. ولابد هنا ان احنا نجيب بعديها، ولابد نجيب بعديها اون بارتي دو كورما، يعني جزء من اجزاء جسم الايه؟ الانسان. جزء من ايه؟ من اجزاء جسم الانسان. يبقى الانسان لما يقول جي مال لا تيت يعني اشعر بالم في ايه؟ لا تيت يعني لا تيت؟ راسي. دماغي، يعني عنده صداع. يبقى هنا لامير دو لوكا مال لا تيت. يبقى طب حاجه ثانيه من استخدامات مال، فاكرين يا جماعه لما اقول لحد كومون فاتيو او كومون سافا يرد عليا يقول لي ايه؟ سافا بيان. سافا بيان. طب لو هو تعبان يقول سافا مال، يقول ايه؟ سافا مال. فهمتوا ولا؟ يبقى لما اقول سافا بيان يبقى عكسها سافا مال. هنا بقى لما اقول لامير دو لوكا مال لا تيت يعني الست دي عندها شويه صداع بسيط. طبعا لامير بتتكلم مع لوكا بتقول له لوكا فيان سيل تو بلي. يبقى سيل تو بلي. طب لو الراجل ده معلش يعني حد اكبر منها هتقول له سيل تو بلي برضه ولا تقول له ايه؟ سيل تو بلي. برافو، هتقول له سيل تو بلي. هنا بتقول له سيل تو بلي. لوكا مرد عليها لا جاريف كاسكليا. طب مين يقول لي يعني لو حد حضراتكم معاه تروس مثلا مقلمه ولا ساك شنطه فبقول له كاسكليا دون تون ساك. يعني ايه كاسكليا دون تون ساك؟ اللي موجود في الشنطه. طب لو قلت له كاسكليا بس، على فكره اليا ان فيلم عرب، في فيلم عربي اسمه كاسكليا اللي هو في ايه؟ كاسكليا يعني في ايه؟ فهمت ولا لا؟ يبقى كاسكليا معناها ماذا بك او في ايه بالظبط. طبعا سان فو با يعني انت. طب لو شلت النو با من كلمه سان فو با تبقى ايه؟ كويسه. برافو. لو شلت النو البا هتبقى نطقها ايه؟ اقروها كده. سافا. اللي احنا بنسال بيها عن الايه؟ عن الايتا دو لا سونتي، يعني الحاله الصحيه. فانا لو قلت سافا هو الولد شايفها تعبانه فبيقول لها ايه؟ سان فو با يعني ألست بخير، يعني انت مش كويسه. طبعا مامته قالت له نون جوني با بيان دورمي، يعني جوني با بيان دورمي سيت نوي يعني ايه بقى؟ ما نمتش كويس. يعني دورمي ده لو بارتيسيب باسي دو فيرب دورمير، اسم المفعول من فيرب دورمير، وبتقول والله جوني با بيان دورمي، انا ما نمتش كويس سيت نوي. سافا؟ خلاص بقى بار اكزومبل بغسل طول الليل، شايله العيال مش عارف ايه. انتوا عارفين طبعا مشاغل البيت كتير يعني. جي تري مال على تيت. طب لما كانت بتقول جي مال، طب المره دي قالت ايه؟ جي تري مال على تيت. يعني جي تري مال تعبانه قوي. تعبانه جدا، عندي شويه صداع هيفرتكوا دماغي. Tu peux aller faire des courses pour moi? Tu peux aller يا جماعه pour demander la permission. يعني permission الاذن، يعني عشان اطلب من حد اذن لفعل شيء معين اقول له ايه؟ ها tu peux يعني tu peux.
تقدر هل تستطيع tu peux aller faire des courses pour moi او à ma place مثلا، يعني تقدر تسوق. تتسوق تعمل شوبينج بدلا مني يعني مكاني اون فيل في المدينه. طبعا لوكا رد عليها قال لها يا منى اتفضلي قولي كده. كمان. كملي اتفضلي. Non, il est parti chez tes grands-parents. لا احنا لسه بنقول له لسه في عند لوكا وايدي. ها Ok. Oui, puis m'émenerai en voiture. alors بقول تاني بابا peut m'emmener en voiture. يعني ايه كلمه emmener؟ حد يتخيل يعني ايه؟ ها؟ اللي هو emmener معناها يقودني او يعني يجي معايا يعني en voiture يعني خلاص، او مثلا يصطحبني يعني بمعنى صح الى الايه؟ الى المكان ده. بتقول له ايه بابا يقدر بابا مثلا ان هو ياخدني معاه اون فواتور يعني بالعربيه، يعني بدل ما اروح مثلا باوبر ولا بتاكسي مثلا ولا حاجه، ممكن الراجل يعني يجي معايا. لامير قالت له نو اللي بارتي شي لي جران بارون. يعني ايه كلمه الي بارتي؟ طبعا رحل، وده اسم المفعول من فيرب ايه؟ بارتير يعني يرحل. باباك والله راح شي تي جران بارون. طب احنا قلنا قبل كده لا بريبوزيسيون شي، مين يعرف استخداماته؟ شي بيجي بعدها شخص. بيرسون سولمون، يعني بيكون بعدها بيرسون سولمون يعني ايه؟ شخص بس، ما ينفعش يجي بعدها شيء تاني، صح ولا لا؟ الشخص ده قد يكون اسم شخص، فاقول مثلا شيء علي شيء سامي، او يكون اسم عام عادي زي شيء مون جران بير ما جران مير مون انكل وهكذا، او يكون وظيفه من الوظائف واقول شيء لدكتور مثلا يعني عند الطبيب. بس في كل الاحوال بيكون بعدها ايه؟ بيرسون شخص، وبيكون المقصود بيها المكان نفسه. prends le bus يعني خد الايه؟ الاتوبيس. الباص. ديسون بلاس بوالو، يعني ديسون خدنا فيرب ديسوندر، وديسوندر يعني ايه؟ مين فاكر في الباسيه كومبوزي ديسوندر؟ ديسوندر ينزل. برافو عليك، ينزل، ممتازه. خدنا كده يبقى هنا اقول برون لو بيس اي ديسون بلاس بوالو، يعني خد الاتوبيس وانزل الميدان بتاع بوالو ده. لوكا قال لها داكور داكور يا حاج كاسك جاشيت، وبدا بقى يقول كاسك جاشيت يعني اشتري ايه. طبعا الام قالت له تيان جي في اون ليست، يعني ليست، حتى كمان كلمه ليست مش غريبه علينا يعني. انا عملت قائمه كده بالكورس اللي انت هتشتريها ان شاء الله المشتريات. لوكا بص في الورقه وقال لها فوايون فوايون، يلا تعالى نشوف كده مع بعض، يلا نشوف بقى اللي انت عايزاه. الو جو دوا الي الا ليبريري. الراجل لما بص في الورقه قال جو دوا، يعني ايه جو دوا؟ فيرب دوفوار اخدناه قبل كده، يجب. يجب. لما بص في القائمه قال جو دوا الي الا ليبريري، معنى كده ان الست دي الا اكري كوا، كتبت ايه ربما، يعني ممكن تكون كتبت ايه في الورقه عشان الراجل يضطر انه يروح المكان ده. مثلا كتب ليف. فور اكزامبل ليفر كاييه، رجل مثلا تروس، اي حاجات من المشتريات مثلا ليه او لاخواته عشان الليسيه المدرسه او الايكول بشكل عام يعني. وكمان جو دوا الي على فارماسي صباح، يبقى معنى كده ان الراجل هيضطر هنا الدواء اشتي، لا يجب ان هو يشتري مثلا فور اكزامبل ان ميديكامون. يعني ايه ميديكامون؟ دواء. وكمان محتاج يروح الباتيسوري. يعني ايه باتيسوري؟ il va à la pâtisserie pour acheter مثلا par exemple des مثلا par exemple des croissants مثلا جاتو مثلا تارت، اي حاجه من الحاجات دي كلها. وانا لها كاسك جاشيت كوم ديسير. يبقى لما حضرتك بقول مثلا par exemple كاسك تو مانج، كاسك تو مانج كوم فروي، انت بتاكلي ايه كوم فروي؟ يعني ايه كوم فروي؟ فاكهه كفاكهه. كفاكهه يعني. كاسك تو جو مثلا باغ اكزومبل كوم سبور، يعني او كاسك تو يام كوم سبور، انت بتحبي ايه كرياضه. يبقى لما اقول كاسك تو كذا يعني انت بتعمل ايه كمثلا كذا. خلاص اتفقنا؟ فبتقول له او بيقول لها كاسك جاشيت كوم ديسير، يعني يا ماما والله ايه اللي انا اقدر اشتريه كحلوى يعني. قالت له والله يا ابني بيان جون سي با، انا جون سي با يعني ايه جون سي با؟ لا أعلم. مش عارفه، ده فيرب سافوار يعني. اون تارت او فريز باغ اكزومبل، تارت او فريز او اللي توقعناه وصل اهو، يعني قد يكون هيشتري تارت، وتارت يعني تورته، وفريز بالفريز باغ اكزومبل.
طبعا بار اكزامبل ساتودي، واحنا عرفنا قبل كده ان ساتودي معناها يعني ايه ساتودي؟ يلائم يعني او مناسب الموضوع ده ولا ايه ظروفك؟ ام لوكا قام قايل لها وي بون ايدي، فكره كويسه جدا. بون اتوتالور، وكلمه اتوتالور يعني على طول، يعني في ثواني يعني. طب تعالوا نشوف الثواني دي الراجل ده قضاها ازاي. اونفيل لوكا عمل ايه؟ رونكونتر ان كوبان. لوكا رونكونتر ان كوبان. يعني رونكونتري، فيرب رونكونتري برومي جروب مجموعه اولى بمعنى ايه؟ يقابل. برافو عليكم. يبقى لما اقول لوكا، لو حطيت الجمله دي في الباسيه كومبوزي هقول لوكا ا رونكونتري ان كوبان اونفيل، يعني قابل صديق من اصدقائه اونفيل في المدينه. سمير بدا يتكلم مع لوكا وقال له لوكا ساليو كاسكو تو في لا، يعني كاسكو تو في لا. ماذا تفعل هناك؟ ولا دي عكس كلمه السي. السي بتكتب اي اللي هي يعني في الانجليش، ما حدش يكتب لي ايه كده، اي سي اي، يبقى اي سي يعني هنا، ولا معناها هناك. كاسكو تو في لا، انت بتعمل ايه يعني. وبرده هنا ممكن اقول برده انت بتعمل ايه هنا برده عادي. لوكا قال بونجور سمير جو في فير دي كورس بور ما مير. صح؟ يبقى هنا عرفنا ايه اللي هو هيعمله بالظبط يعني. سمير طبعا انتوا عارفين طبعا اصدقاء السوق، تبقي نازله تجيبي حاجه لمامتك وتقابلي مثلا حد تقول لك بقول لك ايه ما لا يعني مامتك مش دلوقتي كده كده هتجيب الحاجه، صح ولا لا؟ تعال نروح نعمل كذا. فبتقول لها هنا ايه؟ بيقول له ايه؟ قال له جو بو فينير افيك توا، اقدر اجي معاك؟ بيان سور جو في على ليبريري ريو دو لا بوست، انا هروح المكان ده شارع البوسطه. اوني فا ابيي. طب لو قلت لكم حاجه جو في على ليبريري، الجمله دي بتساوي الجمله دي اوني فا ابيي. ايه الكلمه اللي ناقصه من الجمله دي؟ على ليبراري. صح، استبدلناها هنا بايه؟ ايه الجديد؟ الاجراك، صح كده؟ يبقى اونيفا ابيي، يعني احنا هنروح هناك ابيي، واحنا عارفين طبعا كلنا يعني ايه كلمه ابيي؟ على رجل. سيرا على الاقدام، مشيا يعني. خلاص؟ طبعا صاحبنا قال داكور اون بي باسي لو بار سكيت بارك، يعني بس لازم ان احنا معلش تعالى نعدي بقى بالمره على السكيت بارك. السكيت بارك يوجد هناك ان كومبيتيسيون، يعني منافسه. اون اور ابري، يعني ساعه بعد ما قعدوا في السكيت بارك. طبعا صاحبنا افتكر قوي ان مين اللي كان طالب منه حاجه؟ مامته. قال له كاليرو تيل مي كورس والشوبينج اللي انا كنت طالع اعمله. انت خلاص. هقرا بس التكست بسرعه كده معايا. لامير دو لوكا امال على تيت سما. لامير بتتكلم بتقول لوكا فيان سيل تو بلي جاريف كاسكيليا سان فيو با non je n'ai pas bien dormi cette nuit et j'ai très mal à la tête. Tu peux aller faire les courses ou faire des courses pour moi en ville. وطبعا papa m'emmener en voiture. خدوا بالكم بس من الفيرب ده اللي هو emmener، يعني يقود حد او يروح معاه او يوصله يعني. Ça va? Non, il est parti chez tes grands-parents, prend le bus et descend Place Boileau. وبصوا كده معايا لما قلت براندر اهو، فيرب براندر جبت بعدها لو بيس على طول. ده مش دي وسيله مواصلات؟ ولكن قلت بران لو بيس يعني خد الايه؟ الباص. ديسون بلاس بوالو، انزل الميدان الفلاني. داكور كاسكو جاشيت. وبدا بقى يقول تيان جي في اون ليست فويون الور جو دوا الي على ليبريري. هروح الاول الليبريري، على فارماسي، على باتيسوري. كاسكو جاشيت كوم ديسير. قال له او قالت له اي بيان جو سي با اون تارت او فريز بار اكزومبل سا تو دي وي بون ايدي، فكره كويسه. بون ا توت الور. وبدا بقى هنا مع صاحبه في الفيل. لوكا او لوكا سالو كاسكو تو في لا. بونجور سامي او سمير جو في فير دي كورس بور ما مير. وبدا بقى صاحبنا قال له جو بو فينير افيك توا. يبقى لما تحب تعرضي المجيء مع حد تقولي جو بو فينير افيك توا. بيان سور جو في على ليبريري rue de la Poste. On y va à pied, d'accord, on peut passer par. والمره دي اهو قلت لكم ازاي تقدروا تفرقوا بين باسي لما يكون بمعنى يمر وباسي بمعنى يقضي. باسي جاي بعديه هنا بار اهو على طول حرف جر. يبقى عشان البريبوزيسيون ده اللي هو بار ده يبقى هنا معناه يمر. بار لو سكيت بارك il y a une compétition. بعد ساعه من اللي حصل الولد نسي خالص الموعد وقال اولا لا. واولا لا دي بنقولها بور اكسبريمي لا كولير عشان نعبر عن الكوليريا، والكوليريا يعني غضب. كاليروتيل مي كورس طبعا زي ما انتم شايفين كده.
ده التكست، اخر تكست ان شاء الله، واخر نص هنقابله على مدار المنهج، ونشوف مع بعض كده يا شباب ده الفوكاب اللي موجود. هل ايوه منى لما يقول ça ne veut pas المفروض اقول وي صح؟ يعني هي تعبانه فتقول وي. تعبانه تقول لا خلاص. سان فو با بتقول طبعا المفروض لا، بتقول بقى سي مش وي. لا هي قالت نو اصلا. هي قالت ايه؟ ما هي عشان مش تعبانه قوي، هي عشان مش تعبانه قوي، هو بيقول لها تعبانه، هي قالت له انا مش تعبانه. انت فهمتي؟ هي قالت له انا بس ما نمتش كويس. تمام. انت فهمتيني؟ اما لو هي تعبانه هتقول له سي اللي بلا، لان السؤال هنا على فورم نيجاتيف يعني في الشكل المنفي. خلاص؟ وطبعا الناس طبعا يا ريت نعمل سكرين شوت للايه؟ للصفحه دي، وتخليكم معايا ان شاء الله عشان وهكمل برضو. احنا كده وصلنا لغايه كلمه فواتير، وبعد كده بقيه الايه؟ الصفحه موجوده قدامنا اهي، عشان اللي عايز يعمل سكرين شوت لباقي الكلمات. طبعا تعالوا نبص كده مع بعض. دي مجموعه من الايه؟ من الاسئله، وطبعا الاسئله دي كده يعني انا بس عايز ادخل على طول على الاسئله دي. يلا ليزي سو دوكيمون بوي ميتي فري او فو. انا عايز بقى دلوقتي اجيب بس اسماء الناس ونشوف واحنا بنحل بالترتيب كده. عايز منا يلا منا اول جمله قريها وحلي. ماشي. 1. La mère n'est pas force de sortie, elle est malade, oui. بتقول لا مير n'a pas la force de sortir, elle est malade. ها فري طبعا الاجابه ايه؟ فري. نقول ان هي n'a pas la force يا جماعه معناها ليس لديها الايه؟ الفورس. يعني ايه فورس؟ القوه. يعني هي فيبل طبعا، يعني ضعيفه مش قادره في الوقت ده ان هي تخرج وتروح مكان يعني. الدوزيام فراز الجمله الثانيه عايز مين؟ نورهان. ايوه اتفضلي. Le père n'est censé pas bien pour sortir, il va rester faux. بيقولوا بير نو سو سون با بيان سورتير او بور سورتير، يعني الراجل ده فيرب سو سونتير يعني يشعر يعني. فلما اقول جون سون بيان انا حاسس انا كويس. طب لو نفيتها هتبقى لو بير نو سو سون با بيان، يعني هو مش حاسس ان هو كويس عشان يخرج الفا ريستي على ميزون. طب امال هو كان فين؟ قال شي لي جران بارون عند الاجداد. تروازيم فراز الجمله الثالثه ريم. يلا ريم اتفضلي. La mère demande à Luca d'aller à la pharmacie, vrai. فري برافو. اللي بعديها الاستاذه ساره. يلا اتفضلي يا ساره. Le père va emmener Lucas en يعني ville. كيش كي سافو دير ايميني يا فزار؟ ايميني يصطحب أو يصطحب، يعني يقود يروح معاه. لوكا اون فيل. ها فوق. فو طبعا. الاستاذه ملك تامر. اتفضلي يا ملك. Lucas va prendre le métro pour aller en ville تبقى feu. هو ما جبناش سيره المترو خالص طبعا. خلاص. ها الاستاذه فو طبعا. الاستاذه منى. هو اتبدل الاسماء ولا ايه؟ منى جاوبت قبل كده صح؟ نوال اتفضلي. نوال اتفضلي. نوال على رو بيتون. يعني ايه بيتون؟ بيتون او بيتون معناها للمره. المره احنا خدنا قبل كده حاجه اسمها البيست سيكلاب لمسار العجل، والري بيتون والكلام ده كان خاص بيه ثانيه ثانوي. ها يبقى بنقول على ري بيتون في شارع المره لوكا رونكونتر ان كوبان. يبقى فري. هو كان في شارع المره. هو قال في الشارع بس هو ما حددش فين صح؟ يبقى الشارع هو شارع المره فعلا. ها اللي بعديها لوكا. مين الاستاذه هبه؟ اتفضلي. أيوه. اتفضلي يا Lucas استاذه. change de vêtements avant d'aller لوكا شانج دو فاتمون. وخد بالكم بقى من التعبير ده يا شباب. لما اقول شانج دو فاتمون، وشانج دو فاتمون يعني يغير الملابس. هي شانج يعني مثلا فور اكزامبل حد مثلا واحده هتلبس فستان فبتقول هتغير الفستان ده وتلبس فستان ثاني، فتقول شانج دو روب. يعني شانج دو روب تغير الفستان. شانج دو جو يبقى هنا بتغير الفستان او الجيبه. افون دالي فير لي كورس. ها faux. احنا ما جبناش خالص سيره خالص الكلام ده. اخر جمله لديرنيير فراز لوكا فا على ليبريري افيك سون كوبان اون بوس. طبعا الاجابه فو طبعا خطا. سافا. نستنى بقى شويه كده ونشوف بعض الجمل. طبعا دي بعض الجمل اللي موجوده. يا ريت مثلا لو حد طبعا يعمل لها برضه سكرين شوت ويجاوبها لنا بعد الايه؟ بعد الكور يعني، ويبعتها لنا على الواتس. اتفقنا؟ تعالوا نشوف بقى كده. تعالوا نشوف
المهم جدا بقى في الدرس ده. اول حاجه طبعا بعض الاسئله يا جماعه اللي بنوضح من خلالها الدرس ده وبنفهمه. بيقول عشان نتكلم بور بارلي دي مويان دو ترانسبور هنتكلم عن وسائل المواصلات. هسال بقى، ممكن نسال نقول كال مويان دو ترانسبور تو بريفير. طب من خلال الجمله دي هي كلمه مويان دو ترانسبور ماسكولين او فيمينا؟ masculin ماسكولين. فعشان كده بنقول كال مويان دو ترانسبور تو بريفير. طب انا قلت اللي انا بفضله. طب بوركوا بريفير تو لو مترو؟ يعني انت بتفضله ليه؟ tu vas comment؟ يعني كومون، ازاي يعني بتروح المدرسه؟ tu vas au lycée à quelle heure؟ الساعه كام؟ هل ta maison est loin du؟ يعني loin du lycée؟ قريب من. لا دي بعيد عن. هنا près de. près de يعني قريب من. quel moyen de transport prends-tu pour aller en ville؟ واحفظوا التعبير ده، aller en ville. يعني ايه aller en ville؟ يذهب. وكمان ممكن اقول aller en vacances. يعني vacances اجازه، فاقول aller en vacances، aller en ville. comment tu te déplaces؟ هنا ناقصه كلمه دي او. comment tu te déplaces au centre ville؟ يعني ايه centre ville؟ وسط المدينة. رغم ان كلمه سنتر فيل سو تيرمين بار او كمان في كلمه فيل، ولكن هي كلمه مذكره، وسنتر فيل يعني وسط البلد او وسط المدينه. شيكي يعني عند من؟ طب tu vas comment chez les grands-parents؟ يعني انت بتروح ازاي؟ tu attends. يعني ايه attend؟ فيرب attendre يعني ينتظر. quel bus؟ طب à quel arrêt؟ يعني ايه اري؟ يعني بار اكزومبل مثلا بقول عليها ليكول عشان اروح المدرسه مثلا عندنا ممكن نقول ان احنا اون باس او اون مثلا بار اكزومبل ديسون بننزل على الري مثلا وليكن سيتي سنتر مثلا. اتفقنا؟ عشان نروح المدرسه. او مثلا بار اكزومبل 3 ام مثلا، يبقى هنا بقول ان انا بنزل على الريدو كذا، يعني بنزل موقف او محطه الفلانيه عشان اروح المدرسه. Tu vas comment؟ انت بتروح ازاي؟ à l'étranger. يعني ايه كلمه étranger؟ طب اقول لكم حاجه، هشاور لكم على صوره هتفهموا من خلالها كلمه étranger يعني ايه. اهي طيارة، مطار. خارج المطار يعني ايروبور. يبقى طيارة. لا انا بقول مكان. مكان؟ يعني مكان خارج الدولة مثلا. برافو، يبقى الخارج، بلاد بره. برافو عليك. يبقى l'étranger معناها بلاد بره يعني. ماشي؟ او تو ديسون انت بتنزل ازاي؟ خلاص ما كده، او اين قصدي. ثم او تو فا الي سو سوار انت هتذهب فين هذا المساء؟ اكيلور افيك كي كومون. المهم يا جماعه انا عايز اقول لكم ان عشان نتكلم عن الموضوع ده لابد ان احنا نستخدم وسائل المواصلات اللي احنا اتفقنا عليها دي. بصوا يا شباب، بعد 6 دقائق بالظبط ان شاء الله هتقفل المقابله وهرجع تاني ندخل على نفس اللينك. اتفقنا؟ ماشي نكمل بس الدرس. الاسئله دي بتقول ايه؟ ممكن اعمل سكرين شوت للاسئله؟ طبعا، اتفضلي. تمام. خلاص كده؟ تمام شكرا. ماشي يا استاذه. هنا بقى تعالوا نقسم بقى. انا مقسم الموان دو ترانسبور وسائل المواصلات يا شباب الى كاتيجوري، يعني الى فئات. وبنقول ان وسائل المواصلات في منها اللي بيمشي سور لا تير. يعني تير هي مترجمه عامه على الارض، او سور لا روت يعني روت طريق. يبقى وسائل المواصلات بتنقسم الى وسائل مواصلات بتمشي على ايه؟ على الارض، زي مثلا بار اكزومبل اهو لا موتو. يعني موتو موتوسيكل. على فكره كلمه موتو تاني اسمها اوتو مش موتو. الموتو هي عباره عن موتوسيكلت، يعني هي اختصار لكلمه اخرها او في الاخر على فكره. فواتور يعني سياره. عربيه. اوتوموبيل مسمى قديم للسياره، وحتى كمان دي اختصاره اوتو. يبقى اوتو هي فواتور يعني سياره، او كان كمان ايام زمان يقولوا كار، وكار يعني عربيه برضه. بيسيكلت طبعا كلنا عارفين يعني ايه بيسيكلت، صح ولا لا؟ ثم كمان غير البيسيكلت في رولات. طب حد فيكم عارف يعني ايه كلمه رولات؟ يا جماعه عارفين اللي احنا الرولات اللي هو بنمشي عليه، اللي هو بنلعب الباتيناج وكده، زي الروليه بالظبط. فاهمين؟ اللي على العجل دي. سكوتير، ثم اوتوبيس، ثم فيلو، اوتوكار. طب يعني ايه كلمه اوتوكار؟ يعني عربيه برضو. طب وكلمه كاميون؟ اللي هي العربيه الكبيره. عربيه نقل. عربيه ايه؟
نقل. ولو الناس معاها ورقه وقلم ممكن تكتب كده فاجون، دبليو مش في، دبليو ا جي او ان، تاني دبليو ا جي او ان. كلمه فاجون اون فرونسي معناها عربه في قطار، عربيه في ايه؟ او في مترو، قطار. عربيه في قطر او مترو. ثم لو تاكسي. هتلاحظوا حضراتكم ان كل الكلمات او وسائل المواصلات اللي اخرها او في الاخر مؤنثه، واللي ما فيش اخرها او في الاخر تبقى ماسكولا مذكره. طب تقول يا استاذ ده ما كلمه موتو اهي ما فيش اخرها او في الاخر. قلت لكم ان كلمه موتو اختصار للكلمه الفرنسيه اسمها موتوسيكلات. تمام. طب في وسائل مواصلات ايضا بتمشي فوق الميه زي فري، عباره. فري يعني ايه؟ عباره. نافير يعني سفينه. باتو يعني مركب. ثم باكبو يعني قارب صغير يعني. طب في بعض الوسائل المواصلات اللي بتمشي سور لو ري، سور لا تير، يعني بتمشي على القضبان فوق الارض، زي تران، زي ترامواي، زي المترو. طب وسائل مواصلات بقى بتمشي سور لو ري على القضبان ولكن سولاتير. يعني ايه سولاتير؟ تحت الارض. تحت الارض مش فوق الايه؟ مش فوق الارض. ايه هي بقى؟ زي الترام والمترو. يبقى دي وسائل مواصلات. اهم حاجه عندي في وسائل المواصلات حضراتكم ان انتم تبقوا عارفين ان وسائل المواصلات لمواد الترانسبور في منها الماسكولين ومنها الفيمينان زي ما انتم شايفين. ونعرف الماسكولين والفيمينان منين؟ اللي اخره او في الاخر مؤنث واللي ما فيش اخره او في الاخر ماسكولين، عشان نحتاج الكلام ده بعد كده في الكلام اللي جاي. بصوا يا ستي، في كمان وسائل مواصلات بنركبها او بتكون في الدون لير يعني في الهواء، زي لافيون الطائره، وكمان الهليكوبتر. وطبعا كلنا عارفين يعني ايه هليكوبتر. يعني ايه هليكوبتر؟ اول معلومه عايزكم تعرفوها دلوقتي حالا ان احنا الموان دو ترانسبور وحروف الجر، علاقه وسائل المواصلات بحروف الايه؟ الجر. فمثلا بقول لك وسائل المواصلات اللي بنركب جواها بتاخد اون. بتاخد ايه؟ اون. يبقى وسائل المواصلات اللي بنركب جواها بتاخد اون. وبتوع دايما يا جماعه مع الفيربات اللي زي دي. سو ديبلاسي معناها يتنقل، فواياجي معناها يسافر، بارتير يعني يرحل، الي يعني يذهب. يعني حضراتكم لو انا رايح المكان الفلاني بالعربيه اقول جو في اون فواتور. يعني ايه اون فواتور؟ بالعربيه. اون ترام، اون كاميون، اون اوتوبيس. وقيس بقى على كده وسائل المواصلات الاتيه. يبقى بيقول لي ممكن فيرب فينير. نعم. فيرب فينير ممكن استعمله؟ تستخدمي ايه؟ لا فيرب فينير هقول مثلا ينفع اقول فينير اون فواتور طبعا عادي، يجي بالعربيه وكده، ياتي بالعربيه عادي. خلاص؟ ماشي. Tu pars au Canada en avion. Ali se déplace en ville en métro. Elle voyage à Paris en train. Je vais au marché Vissou en taxi. يبقى قلنا يا جماعه لما احب اقول في وسيله المواصلات الفلانيه وبنركب جواها نقول اون. طب تعالوا نشوف هل فيها صعوبه دي يا جماعه ولا لا؟ لا. خلاص كده؟ الثاني حاجه قال لي يا استاذ مع نفس الفيربات لو هركب فوق وسيله مواصلات هناخد مش اون. هناخد ايه؟ زي افيلو، اموتو اللي يختصر كلمه موتوسيكل، ثم ابيسيكليت واشوفال واروليت وابيي. يعني الفا ليكول افيلو، الفا او سوبر مارشي اموتو. هنقف لغايه هنا وهنعمل اند ميتنج وبعد كده ان شاء الله هنكمل تاني. خلاص ندخل تاني. ماشي؟ اوكي. اوكي يلا سلام.